حين قال يعقوب عليه السلام: وأخاف أن يأكله الذئب، فقد يوسف وفقد بصره. وحين قال: وأفوض أمري إلى الله، عاد يوسف وعاد بصره. لنفوض أمورنا إلى الله. رغم انقطاع الأسباب دعا زكريا ربه بالذرية الصالحة، وهو يعلم أنه بلغ من الكبر عتية واشتعل رأسه شيبة، وكانت امرأته عاقر، فنادى ربه نداء خفيا فوهبه الله وليه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. لقد بشره الله بيحيى رغم انقطاع الأسباب. لا تتوقف عن الدعاء مهما ضعفت الأسباب، فأنت تسأل رب الأسباب، واعلم أنك ذات يوم سترى أثر كل دعوة كنت تلح بها على الله. فلا تيأس. الدعاء يغير القدر، الدعاء يرد القضاء، الدعاء يصنع المعجزات، الدعاء سهم الله الذي لا يخطئ، سيستجيب. إنه يقين برب مجيب. لا أحد يخلو من ضغوطات الحياة، فنحن نعيش على أرض أعدت للبلاء ولم يسلم منها حتى الأنبياء. توكل على الله دائما وكن مطمئن واثقا بالله. اللهم يا من تسمع الأصوات وإن خفيت، وتقضي الحاجات وإن عظمت، وتجيب الدعوات وإن ثقلت، وتغفر الزلات وإن كثرت، نسألك أن تكسونا حلل السعد والمهابة، وأن تحفظنا من كل هم وكآبة، وأن تلهمنا الدعاء أوقات الإجابة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل عزيز علينا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأنزل على داء كل مريض دواء، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.